شحال صعيب الواحد يسمع من جهه واحده. دابا حاطين واحد البوستات على تركيا على واحد شي ناس قال لك تيخرجوهم من اللوطيل في تركيا، والناس في التعاليق تبارك الله عليهم في المغرب اتراك عنصريين اجدك ليهم ما يستاهلوش ما والو. ولكن نتوما ما عارفينش القصه. اش من حق عندكم باش تسبوا الاتراك؟ الا بغيتو تسبوا سبوا خوكم المغربي اللي جا 72 واحد وخدا منهم 2 المليون الواحد باش يديهم للسعوديه عمره، وجابهم لتركيا خلص لهم لوطيل يومين ولا 3 ايام ودا لهم الفلوس. شنو بغيتو الاتراك يسكنوهم فابور مثلا؟ قولوا لي واش بغيتو داك مول لوطيل يسكن دوك المغاربه فابور مخلص في يومين ولا 3 ايام؟ هو ما عنده حتى شي علاقه، هو ما شد لا 2 المليون ولا 3 المليون. اللي شد 2 المليون راه في مراكش قال لك ناصب على شي 300 وشي حاجه ديال الناس، واخد منهم 2 المليون الواحد، دا الفلوس سد لاجونس ومشى. ولاجونس شحال عندها ديال لي زابوني؟ عندها 5 ديال لي زابوني. وجابهم لتركيا ترانزيت زعما باش يمشيو للعمره للسعوديه، ومن وصلوا هنايا الفيزا لقاوها ما كايناش. دونك شنو كتسناو؟ انا دابا انا مول لوطيل مسكن عندي 72 مغربي ما خلصونيش، واش غادي نخليهم في لوطيل؟ اكيد غادي نخرجهم. بغاو يخرجوا بالخطر مرحبا، ما بغاوش نخرجهم بالقوه، غنزل لهم بوالزهم ونرميهم على الزنقه باش نكونوا واضحين، لانه هذا رزقي من تما كندخل. لانه باش تشدوا لي واحد 72 غرفه ولا 60 غرفه ولا 50 غرفه تشدوا لي نتوما ديك الغرفه وما تخلصونيش، راه هذا ما تيتقبلوا حتى شي واحد. وباش تنوضوا نتوما تبقاو تسبوا في التعاليق الاتراك عنصريين؟ لا ماشي عنصريين، الاتراك حقانيين. تسكني خلصي، ما سكنتيش خرجي، ما تخلصيش خرجي. الا بغيتو تسبوا سبوا هذاك مول لاجونس، هذاك قصر تور اللي كاين في مراكش، هذاك هو اللي نصب على المغاربه، هذاك هو اللي دا لهم 2 المليون 3 المليون ولاحهم الزنقه. اما تركي مسكين تخلص في يومين، سكنهم ديك اليومين سالات، ما مدوش ما خلصوش يخرجوا برا. القانون قانون، ولكن باش بداو عنصريين مع عنصريين انا ضد هذا الشيء. وانا جيت باش نوضح لكم بان دوك المغاربه خوتنا نصب عليهم خونا المغربي اللي كاين في المغرب، ماشي الاتراك. دونك الاتراك ما كيتحملوش حتى شي مسؤوليه. كون كان خلصوا لوطيل ديالهم راه غيجلسوا، مادام ما خلصهمش خصهم يخرجوا وبزز منهم، يا بالخطر يا بالقوه. ما عندكش فلوس ما تسكنش في لوطيل، سير شوف لك بلاصه اخرى. سالينا لا هضره بزاف وبلا ما تبقاو تقولوا عنصريين. نتوما ديما اي حاجه كتشوفوها كتسمعوا غير من طرف واحد، ما كتسمعوش من كلا الطرفين. راه انت واش تبغي تكون لك في دارك بلا حق؟ بلا حق يسكن لك في دارك وما يخلصكش. هذا هو واحد مخلص وواحد قال لا بارك عليكم الهضره الخاويه.